السلام عليكم أيها الناركين والناركات، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ولأول مرة أنزل فيديو رمضاني أحكي بيه عن نصائح رمضانية، لأن أنا دائما عكس العالم أنزل فيديوهات برمضان ما لها أي علاقة بشهر رمضان بتاتا، ودليل المفروض أنزل فيديو عن مرض PTSD اللي ما له أي علاقة بشهر رمضان. على العموم شهر رمضان فرصة تغير بها نفسك للأحسن وتخلي عاداتك اليومية خلال الأشهر الجاية أحسن. أول شي نظم صلاتك وتقرب لربك. أنا أعرف هواي ناس أصلا ما كانت تصلي وبشهر رمضان نظمت صلاتها وتقربت لربها وقامت تصلي صلاتها بوقتها وبشكل منتظم وبدون تأخير ولا تقطيع. وصدقني خلال هذا الشهر إذا حاولت تنظم صلاتك وفعلا نظمت بيه صلاتك فأنت بالأشهر الجاية راح تظل تصلي صلاتك بوقتها وبدون أي تأخير ولا تقطيع، لأن أصلا جسمك راح يتعود أو أنت أصلا نظامك اليومي راح يتعود على الصلاة بوقتها. وتذكر ترى صيامك وأعمالك الصالحة كلها ما راح تنرفع ولا راح تنقبل إذا أنت ما تصلي، لأن الصلاة هي عمود الدين. ثانيا عدل جسمك. حرفيا بهذا الشهر هاي فرصة كلش عظيمة انه واحد يعدل جسمه. ليش؟ لان انت الصبح صايم او بالنهار انت اصلا لا تاكل ولا تشرب، فالجسم يبدي يكسر الدهون بشكل احسن واسرع. بس ركز بهاي النقطة كل زين، ما دامك بالفطور تعوض الجوع كله واكثر بعد، فانت هنا بالعكس جاي تكثر دهون ما جاي تكسر دهون، وخصوصا اذا انت اصلا تقضي يومك كله نوم فانت هنا رسميا جاي تزيد وزنك ما جاي تنقصه. لان انت لما تصوم النهار كله وبعدين بالفطور تفاجئ جسمك بكميات مهولة من الدهون والسعرات الحرارية، فجسمك راح يبدي يخزن هذه السعرات الحرارية على شكل دهون لأن الصبح يحتاجها. فلما هو يحتاج في شيء وما يلقاه، فبس بمجرد انه الجسم يكتسب هذا الشيء او يحصل هذا الشيء راح يبدي يخزنه بشكل مضاعف. يعني حال عمل اي شيء، حال عمل العضلات، حال عمل مستشعرات النوم اذا تذكرون شرحتها في فيديو الكافيين. فالجسم اي شيء يحتاجه بوقت وما يحصله، مجرد انه تجيه فرصة انه يحصله مرة ثانية راح يبدي يخزنه او يخليه يتكاثر بشكل مضاعف. فحاول انه تخلي فطورك وسحورك متزن وبكميات كلش معقولة، تمام؟ لا تكثر كميات الاكل، خاف حسبالك يعني انه ما راح يأثر عليك بعدين، لا هو راح يأثر وراح يخليك تسمن اكثر مما تضعف. ولعلمك ترى مقاتلين السومو هذول السمان شلون يقدرون يوصلون لهذا الوزن؟ يوصلوا له ورا ما يصومون فد النهار كله او مثلا يوم او يومين، وراه يفاجئون جسمهم كميات كبيره كلش من الاكل. فهنا الجسم راح يبدي يخزن الدهون بشكل مضاعف وبالتالي راح يزيد وزنهم ويوصلون لهاي النتيجه اللي تشوفوها دائما انهم سمان كلش وباوزان كبيره كلش. ثالثا واخيرا غير جو. نعم انت خلال السنه كلها حرفيا يا اما كلها جاي تدرس يا اما كلها جاي تشتغل، فبهذا الشهر حاول انه تحصل اوقات الشغل مالتك او اوقات الدراسه بالنهار. صح انه من الصعب انه واحد يشتغل وهو جوعان وعطشان، بس حاول انه بوقت الفطور انه تطلع شويه تغير جو ويا جماعتك، او تطلع مثلا بوحدك باماكن خاليه او اماكن مزدحمه بكيفك تشوف المكان اللي يعجبك. المهم انه تطلع تغير جو شويه وتغير من نفسيتك، لان حرفيا بهذا الشهر تقدر انه ترست نفسك السنه كامله بعدين. فانا حتى انا شخصيا هذا الشهر راح احاول انه اطلع هواي او ازيد طلعاتي حتى اغير جو، لان انا حرفيا سنه كامله غرقان بالشغل ما جاي القى وقت لنفسي ولا جاي القى وقت هواي جماعتي اصلا، وحتى يعني اهلي ما جاي يشوفهم هواي صراحه. وبس هي هاي 3 نقاط: قرب رب العالمين وعدل جسمك شويه. وبالنسبه للفقره الثانيه فقره الرياضه او الرشاقه او التنحيف او ايا كان راح تسموها، راح اقص صوره الجسمي باول يوم وبعدين راح اقص صوره الاخر يوم بشهر رمضان حتى اشوف الفرق بين قبل وبعد. وتقدرون انتم هم تشاركوني بهاي الفعاليه الصغيره اذا تريدون هم اسوي فيديو كامل عن قبل وبعد، فكتبوا لي بالتعليقات واللي يحب يشارك اللي يشارك، وحتى لو بس واحد او اثنين يشاركون عادي انشرهم على شكل فيديو شورت. وثالثا غير جو، والسلام خير وختام. اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامه يا حبيبي.